مع الخطوط بتتعوج وتتعدل وتبقى كروسات وتبقى عامله زي السنتر لفه على حسب المزاج، واخد بالك. وفي تسريبات دلوقتي، يعني انت بتقول لي التسريبات اللي حصلت من اوضه الفار دي هدفها ايه؟ مش عايزين محمد عادل قولا واحدا، لان محمد عادل كان عليه قلق ان هو يتعين في ماتش الزمالك، وكانوا حطوا محمود ناجي، وفي ناس واختلفت، وفي ناس قدمت استقالات ورجعت تاني، والمهم اتحط محمد عادل هو اللي شال كبش الفدا. بقى كبش الفدا في الماتش بتاع الزمالك، حسب 3 ضربات جزاء. اين الفار؟ انا يا عم غلطت، مين اللي بيصحح لي؟ مش الفار؟ صحيح. ده الفار هو اللي جابه وغرقه لمصلحه مين؟ اذا ان مفيش حب بين الحكام وبين الفار وبين في ناس تبع فلان وفي ناس تبع فلان وتبع الدنيا بايظه. فانت رايح دماغك وهات التقنيه اللي هي العاليه اللي هي بتاعه الآلي وريح دماغك. طب وبالنسبه لخبير تحكيم اجنبي يا كابتن، واللي طلب فيه النادي الاهلي في جواب ما قبل مباراته الاتحاد المصري لكره القدم سرعه تعيين حكم اجنبي او خبير تحكيم اجنبي يا كابتن؟ من امتى يعني؟ من امتى ايه؟ من امتى ان احنا بنعتمد على بص عايز تجيب خبير اجنبي هاته. ما احنا بقالنا هو نسختين يا كابتن، جلاتنبرج وبريرا. ما هم بيفشلوه. هو الخبير الاجنبي ده مش فيه اللي هم ماسكين تحت الحاجات الاداريه كلها مصريين، صح؟ اكيد. الراجل جاي لوحده وانت هتدفع كمان. مين اللي بيعين الحكام؟ يعني هتقول لي الخبير الاجنبي؟ ده احنا سمعنا السنه اللي فاتت في حكام والراجل قال ده يروح الماتش ده، اتفاجئ ان اتغيروا الاثنين. فاكر بعد ماتش الزمالك والمصري الاثنين اللي اتغيروا اللي هم كانوا ذاكرتك قويه. ما شاء الله كابتن. ايوه، اللي كان على الفار واللي كان في الملعب محمود البنا واحمد الغندور. تمام. تاني يوم حكموا على طول في ماتشات الترقي. المشكله دي وما ما كانوش هيحكموا بس عشان الزمالك قال والدنيا هاجت، واخد بالك. ساعتها الزمالك يعني هدد بالانسحاب او انسحب. ما انسحب. انسحب ساعتها ورجع بالامر. يعني انسحب ورجع بالامر. فاحنا دي مش كوره يا جدعان. الكوره ما يتدخلش فيها اي حد، سيبوا كل واحد في مجاله. فانت دلوقتي عينت احمد الغندور ومحمود البنا في ماتشين في الترقي عندم في نادي الزمالك، حصل ولا ما حصلش؟ انت بتقول انا مع لا يعني لجنه الحكام انا ما بتكلمش. ما اعتقدش ان لجنه الحكام تعاند. يعني هتعاند ليه؟ يعني 2 لسه دابحني ومضيعين مني الدوري رسمي، بغض النظر ان الزمالك ما كانش ياخد دوري بس الى حد ما في المنافسه عنده امل بصيص من الامل. فماتش المصري يوقعك، صح؟ فلما تيجي انت هم غلطوا انت بتكافئهم تاني يوم وتدي ده يحكم معرفش مباراه مين ومين والسويس، وكان سبورتنج وفرقه، وكان السويس وفرقه، ده بيحكم هنا وده. طب ازاي يعني؟ يعني انتوا بتعاندوا يعني؟ فبص الموضوع كله والله العظيم يا فاروق، لو انت هتجيب خبير اجنبي زي ما النادي الاهلي بيقول هات برجالته. ده مصاريف كتير يا كابتن. طب هتعمل ايه بقى؟ وانا اجيب الراس واللعب يبقى من تحت؟ اجيب الدماغ واللعب يبقى من تحت؟ كانك يا ابو زيت ما غزيت. ما هو الراجل مشى محمود عاشور ليه؟ مش قال لك ان في ماتش الاهلي وفاركو حصل كذا وقال له اعدل الخطوط ولا ما اعرفش يعمل مش ده اللي حصل؟ مش ده اللي بنسمعه؟ هم اللي بيفضحوا نفسهم وهم اللي بيطلعوا يسربوا الحاجات دي. ايوه بس النادي الاهلي عنده حق يعني. مع النادي الاهلي عنده حق، بس الناس اللي انت هتجيب هات المجموعه كلها، انا ما عنديش مشكله. هات الراجل اللي هو رئيس لجنه الحكام ومعاه اللي هو الراجل اللي هيعين ومعاه الراجل اللي هو هيعمل دورات او اختبارات بالنسبه ومعسكرات بالنسبه للحكام. هات 5 6 يا عم هم اللي يديروا، وابعد المصريين. المصريين لهم انتماءات. المصريين انا بقول لك اهو لهم توجهات. لو انت عايز تعمل كده انت هتحسبها كده، هتحسبها على الحكام كمان يا كابتن في الملعب. لا يعني انت لو هتحسبها خلي بالك ما انت لو الراس دي بتاعت لجنه الحكام لان هي اللي هتحاسب بقى الحكام اللي يغلطوا. اصل احنا مش زي مثلا الدول التانية هنجيب كمان حكام اجانب من بره. احنا مفروض ده احنا نصدر حكام. مفروض لو الحكام دي
بتعامل ربنا صح، والمصحف هم